رد رابطة الأندية المحترفة على اللجنة الأولمبية بشكوى النادي الأهلي تقدر تقول كله كذب في كذب، وبيثبتوا بالفعل إن الأهلي على الحق. إزاي؟ هقول لك، تعالى كده ناخد الرد بتاع الرابطة واحدة واحدة وهثبت لك كذبهم. مبدئيا كده أول رد جاي من الرابطة واللي قال لك مفيش قرعة للمرحلة النهائية في الدوري. أمال فيها يا فندم؟ ما حدث كان إصدار جدول المباريات بناء على القرعة التي أجريت مطلع الموسم بحضور جميع الأندية. طيب حضرتك بتقول كده، امال ازاي حضرتك طلعت قلت ان في شركه المانيه وذكاء اصطناعي واعلنتوا القرعه الساعه 3 الفجر وبتقول ان ده بالذكاء الاصطناعي؟ حد تاني وطلع وقال اتكلم بالنيابه عن حضرتك ولا حضرتك اللي اعلنت ده؟ ده بيثبت لوحده انك انت كذاب وانك انت عملت قرعه بالذكاء الاصطناعي، او تقريبا كده انت ما عملتش قرعه من الاساس ولكن رتبت الامور لصالح حد تاني. تعالى بقى نروح لتاني حوار، وقال لك ان انا اعلنت القرعه في وقت متاخر بناء ان اخر مرحله او اخر مباراه تمت في المرحله الاولى كانت متاخره، واحنا لحقنا نعمل ده عشان ناخد موافقات الجهات الامنيه. طيب وان جهه امنيه حضرتك يعني موجوده الساعه 3 بالليل وهتوافق لك وتديك القرارات دي الساعه 3 بالليل يا فندم؟ ازاي وبتحسبها ازاي؟ برضه مش فاهم. ده قرار تاني اهوت او ده رد تاني بيثبت برضه كذبهم. ده غير اللي بيقول لك يعني انا عملت كده يا جماعه عشان الوقت متاخر بالليل عشان يكون قدامهم مجال وبيقدروا ويكون قدامهم وقت ان هم ايه يحضروا نفسهم. يعني فرق الثلاث ساعات من بالليل للظهر ثاني يوم مثلا الموضوع هيفرق؟ برضه مش فاهم. ده بتثبت برضه الكذب اللي موجود. بيقول لك ان الاهلي والزمالك لم يطلبا حكام اجانب للمباريات القادمه. طيب والاهلي هيطلب ليه يا محترم وهو اصلا انت حضرتك طلعت بالخطاب بتاعك قلت ان ثلاث مباريات اللي جايين الاهلي والزمالك والاهلي وبيراميدز والزمالك وبيراميدز بحكام اجانب وان انا متطوع وهدفع التكاليف. يبقى الاهلي يطلب ليه؟ ما انت طلعت وقلت بنفسك. يبقى انا اطلب ليه ما دمت انت بتوفر الحاجه اللي انا عايزها واللي انا هطلبها؟ يبقى معنى كلامك كده برضه بتثبت كذبك، وخطابك برضه دايما هو اللي فاضح كذبك اكتر واكتر. عشان خاطر كده بقول لك ان الرد بالفعل، الرد اللي ردته ده بيثبت احقيه النادي الاهلي وان الاهلي على حق. لايك وشير، عجبك الفيديو شيره.